لو فاكر إن التاريخ بيكتبوا المنتصرين بس، فخليني أقولك إن كمان بيكتبوا الطباخين. الطبيخ والتاريخ بينهم علاقة استثنائية. مقادير أكلات الشعوب هي جزء من أقدارهم ومصايرهم. على ضفاف ترعة أم الشراميط في مركز أشمون منوفية، مجموعة من الستات والبنات قاعدين بيغسلوا أصناف متنوعة من أحشاء بطون البهائم، الفشة والكرشة والتفاليس، ومن ضمنها قطعة مميزة جدا لدرجة إن الترعة اتسمت على اسمها وهي أم الشراميط. والبنات قاعدين يتغزلوا فيها وفي طرق أكلها وطهيها ويقولوا: أم الشراميط افهم يا عبيط، من لمسة شيط بياعها قليط، عنبرها سميط في 7 قراريط. هذه القطعة المميزة المصريين فيما بعد أطلقوا عليها اسم أكثر تهذيباً وهو أم الشلاتيت، وده اللي ذكره الرئيس الراحل أنور السادات لما اتكلم عنها في مذكراته البحث عن الذات. والقطعة دي بتتطلب مجهود كبير جدا في تنظيفها، لأن هي بتبقى مليئة بقاذورات البطن. وتنظيف أم الشلاتيت كان يعد اختبار على مهارة الست المصرية في المطبخ، ويقال إن أم الشلاتيت طلقت 7 نسوان، لأن كان في راجل بيحب هذه القطعة وكان عامل اختبار لكل واحدة بيتجوزها إن هي تنظف أم الشلاتيت وتحضرها له، وكل زوجة ما كانتش بتعرف تنظفها كويس كان بيطلقها لأنها خايبة ومايلة في المطبخ، لحد ما فشلت 7 زوجات واتطلقوا، والزوجة الثامنة هي اللي نجحت في تنظيفها وقدمتها له بألف هنا وشفا مع طبق متنوع من السمين. السمين صفة بتطلق على أي أكل كثير الدهون، ولكن المصريين بشكل خاص استخدموه للإشارة على طبق متنوع من بقايا الذبائح سواء الغنم أو العجول، وبيقولوا عليه السقط، أي ما يسقط من بطن الذبيحة بعد ما تتفتح. ودي أنواع وأصناف كتيرة جدا، وكان بيتم تصنيفها بعناية أول ما البشكار أو الجزار ما بيذبح الخروف. والبشكار مش جزار عادي، ده راجل متخصص في إن هو يمد إيده في بطن الذبيحة عشان يطلع هذه الجواهر من غير ما تتلف منها ولا حاجة. والجواهر دي مش كلمة مجازية، المصريين فعلا أطلقوا على عين العجل جوهرة، وكل قطعة من سقط الذبيحة كان ليه أهمية خاصة، وكله بيتاكل، احنا بنرميش حاجة من أول الراس لحد الرجل. لكن يا ترى هل المصريين كانوا بياكلوه بمزاجهم، ولا كانوا مضطرين يلموا من على الأرض ما يقع من سقط الذبيحة في الوقت اللي فيه غيرهم من الأجانب بياكلوا اللحمة بتاعت الذبيحة مشفية؟ المهم البشكار كان بياخد خليط غير متجانس من سقط اللحوم يديه لمجموعة من البائعات في سوق الحتت. وسوق الحتت ده سوق موازي لأي سوق ذبح في مصر. البائعات في سوق الحتت نوعين: بائعات الطبالي وبائعات الطشوط. على الطبالي هتلاقي ستات قاعدين قدامهم الفشة والطحال وصرصور الودن والتفاليس، وجوه الطشوط هتلاقي بائعات ناعين الكرشة والممبار. ميسورين الحال من طبقة الحكام بيروحوا محلات الجزارة عشان يشتروا من الأرمجي اللي هو متخصص في تقطيع هبر اللحم، وعامة الشعب والفقراء يروحوا سوق الحتت. فنلاقي هناك بياعة قاعدة بتبيع جزء من مؤخرة العجل رخيص الثمن طبعا لأن هو كله دهون مفهوش لحوم إطلاقا، اسمه التفاليس، وبتقول له: تعالى للتفاليس يا مفلس. ومن هنا نشوف إن هذه البقعة الجغرافية في مصر وهي سوق الحتت مكان كاشف وفاضح عن هوة اقتصادية وطبقية سحيقة في أزمنة وعصور كان المصريين بيعانوا فيها من ضرائب وجبايات وحكم أجانب واحتلال. طب إحنا بنتكلم عن أنهي أزمنة بالظبط؟ يعني امتى المصريين اكلوا السمين؟ التصور الدارج عند معظم الناس ان المصريين عرفوا الطبق ده تزامنا مع دخول الاسلام مصر، خاصه ان بقى عندهم طقس سنوي للذبح في العيد. بس التصور ده مش دقيق قوي. صحيح ان اطباق السمين والمطاعم اللي بتقدمها ما تعرف بالمصامت ارتبطت بمظاهر مصر الاسلاميه، بالتحديد مصر القديمه اللي هي قاهره المعز، لكن اول طبق سمين المصريين ما عرفوهوش على يد الفاطميين، وما كانش في القاهره اصلا، ده كان في اسكندريه. في القرن الثالث الميلادي الكاتب أثينايوس ذكر في كتابه فلاسفة على المائدة إن الإسكندرية عرفت منذ دخول الإغريق ليها محلات تسمى محلات اللحوم المغلية. المحلات دي كانت بتقدم أطباق متنوعة من بقايا الذبائح زي الأرجل والرؤوس، الآذان، الأحشاء، الألسنة بعد سلقها وتطيبها يعني تتبيلها، وكان بيقبل عليها الفقراء والعمال والبحارة على شواطئ اسكندرية في الوقت اللي كان بيستمتع فيه الحكام وعلة القوم بأطباق متنوعة من اللحوم والطيور بتتقدم لهم على صفائح من ذهب أو فضة وساعات مرصعة بالجواهر. وهنا هنلاحظ إن من زمان قوي ارتبط في مصر أكل بقايا الذبائح مع ظهور فوارق اجتماعية واقتصادية، وهنا يبان
كمان جزء هام في سيكولوجية الشخصية المصرية اللي بتحاول تتكيف مع الظروف الصعبة وتلاقي فيها شيء ممتع. في الوقت اللي الحكام المتعاقبين على المصريين مماليك عثمانيين احتلال انجليزي احتلال فرنساوي كلهم بيستمتعوا باكل اللحوم اللي بتتربى على ارضها وبتاكل من خير المحروسه وبيرموا لنا كده بين قوسين زبالتهم عشان ناكلها. المصريين ردوا مش بس بانهم كلوا بقايا الذبيحه، لا دول تفننوا في طبخها وعملوا منها اشهى الاطباق، لدرجه ان الاغنياء وعليه القوم لعابهم سال على اكل السمين اللي اصلا كانوا مستغنين عنه وبيرموه في الزباله ونفسنوا على اكل المصريين الغلابه. ازاي؟ المصريين في محاولاتهم ان هم يحلوا بقايا الذبيحه في عينهم وفي بقهم تفننوا في اطلاق الاسماء الجذابه والرنانه على اطباق السمين. مره يقولوا حلويات اللحوم، فواكه اللحوم، زي ما قلنا اطلقوا على عين العجل الجوهره. مش بس كده، دول تفننوا في الماركتينج والسلوجنز الدعائيه اللي كانت بتقولها البائعات في سوق الحتت على اصناف السمين. من ابرز وسائل الدعايه ما عرف عن هذه الاصناف من ان ليها تاثير سحري على زياده القدره الجنسيه، وده بقى نوع دعايه ما بيجليش عند المصريين. البائعات في سوق الحتت بقت تنادي وتقول ايه؟ خد عندك بقى الفشه تهني لك الفرشه، والمنبار يولع القلب نار، والحلايل عمدان السراير. والحلايل هي اللفظ اللي المصريين اطلقوها على العضو الذكري للحيوان. لكن وسط كل هذه الاصناف تبقى در التاج فواكه اللحوم، الكوارع اللي بتخلي العجوز يسارع، وتبخي له الكارع مش هينزل الشارع. كوارع العجل تخلي العجوز شبل. شوف يا اخي روعه التشبيه، يعني مش بس هترجعه صغير، ده هتخليه اسد. وسط كل الكامبين الشعبيه الفظيعه دي اللي بتتعمل للسمين بتتنسج حدوته في الادب الشعبي غير معروف مدى صحتها. الحدوته بتقول ان المصريين فضلوا يمصمصوا شفايفهم ويتهمزوا ويتلمزوا على الاغنياء الاغبياء المساكين اللي بياكلوا اللحمه الحمراء المشفيه وسايبين اهم حته في العجل، الرجول والكوارع اللي بتسوي الهوايل. الحكايه كبرت ووصلت بلاط السلطان قال للجزارين لا انتوا تجيبوا العجل كله بقى عندي هنا في القصر، برجوله بكعانه بركبه بكله. وطلب السلطان من كبير الطباخين انه يعمل له الكوارع بنفس الطريقه اللي عامه المصريين بيطبخوها بيها. والسلطان برضو معذور، عنده زوجته ومحظيته ومستولداته وجواري الراجل مش ملاحق. وقد كان الطباخ عمل للسلطان شوربه الكوارع، شربها وعجبته جدا، ويبدو انها ليلتها يعني جابت مفعول، فامر انها ما تتقطعش من السفره، وسميت بحساء السلطان يعني شربته. وغزت من بعدها بيوت الاغنياء، وكلمه السر في كده نفسنتهم من اللي شافوه وقتها فياجرا الغلابه. وسواء كانت القصه دي حقيقيه ولا لا، الا ان البعض بيتعامل معاها بجديه شديده، مش بس في مصر، ده كمان في تركيا. في كتب طبخ تركيه بتشير الى شوربه الكوارع على انها كانت طعام الحكام العثمانيين، لكن مش عشان خدوها من المصريين، لا، بعضهم بيقول انها كانت اكله تركيه واحنا اللي خدناها منهم. الحقيقه ده كلام مش صحيح. ليه بقى؟ لان حتى لو حدوثه السلطان اللي غار من شوربه الغلابه وطلب ان هو يجربها من نسج الخيال، الا ان في ادله كتير بتاكد طبخ المصريين للكوارع من قبل دخول الاتراك. من بينها مثلا ما كتبته الباحثه كاثي كوفمان في كتابها الطبخ في الحضارات القديمه في باب مطبخ مصر القديمه، وقالت ان قدماء المصريين كان عندهم وصفه الكوارع المغليه. وكمان اشارت الى نقوش ورسوم لقدماء المصريين وهم بيحمصوا ارجل وسيقان العجول. كمان في القرن ال13 المؤرخ العراقي محمد بن حسن البغدادي في كتاب ألفه بعنوان كتاب الطبيخ اتكلم فيها عن أشهر الأصناف في عهد العباسيين. أورد وصفة اسمها أكارع، وقال إنها رجول الحمل بتطبخ مع الحمص وبتتبل بالملح والكمون. يعني المصريين عرفوا الكوارع من قبل الميلاد، والعرب كانت عندهم على الأقل من العهد العباسي ما كانش قبل كده. إيه بقى اللي دخل تركيا في الموضوع؟ لكن يبدو إن النجاح ليه 1000 أب، والكوارع لها جمهور عريض يخلي كده في حرب على من يملك براءة طبخها. الكوارع كمان معروفة في المغرب باسم الهركمة، لكن ربط الكوارع بزيادة القدرة الجنسية موروث مصري فضل متوارث إلى حد الإشارة إلى الكوارع في النشرات السياحية والثقافية عن مصر إن هي غذاء بيعتبروا المصريين منشط جنسي. علميا بقى هل الكلام ده صحيح؟ الأطباء جم ودمروا الصورة الذهنية عند المصريين للكوارع.
وقالوا إنها بروتين ناقص، لأن البروتينات 22 حمض أميني، 8 منهم أساسيين عشان البروتين يمتصوا الجسم، والكوارع فيها 7 بس، فما بنمتصش منها أي بروتين، غير إن هي فيها نسبة عالية جدا من الدهون ودسمة جدا. فعلى العكس هي لا بتمنح الجسم لا نشاط جنسي ولا غيره، دي بتخليك همدان وكسلان. الأخطر من كده إن الكوارع ممكن تعرضك للإصابة بجلطة الرئة. أي جسم غريب بيدخل الدورة الرئوية ويصل للشريان الرئوي ممكن يتسبب في جلطة في الرئة. والأجسام الغريبة دي بحسب الأطباء من ضمنها نخاع العظام. لما تمسك الماسورة وتقعد تشفط وتتمزج انت بتعرض نفسك لجلطة رئة. يعني الكوارع مش بس مش مفيدة، دي كمان خطر. تتعالى هنا أصوات الإرادة الشعبية المتمسكة بطبق الكوارع وتقول لك ها اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أكيد السمعة اللي أخدتها الكوارع دي مش من فراغ. وهنا نقدر نقول إن في بعد سيكولوجي في علاقة المصريين بالكوارع، ملوش أي علاقة بتأثيرها البيولوجي إذا كان حلو أو وحش. إذا تخيلت معايا أسرة مصرية تحت الاحتلال المملوكي أو العثماني بتعاني الفقر والعوز والبرد، يدخل عليها رب الأسرة ومعاه فردتين الكوارع، وده معناه إن البيت اللي مليان صقيع ورطوبة هيدفى يوم بليلة، لأن الكوارع كانت لازم عشان تطبخ زمان تتغلي ليلة بحالها. وبعد طول انتظار تدخل ست البيت بأطباق الشوربة السخنة، فيشعر زوجها بالامتنان، وممكن ساعتها يشوفها إرملادوس. ولما يحس أطفاله بالشبع يشعر هو بالإنجاز كرب أسرة، ومع التخلص من الجوع والبرد يشعر باسترداد جزء من آدميته. الكوارع رجعت له إحساسه بالحياة الإنسانية، لكن ما ادتلوش أي منشطات جنسية. كل ده ممكن يهيئ الأجواء للشعور بالرضا، ممكن الليلة تبقى مفترجة يعني. ورغم أضرار الكوارع الصحية نشكر إن هي في أزمنة ما صبرت المصريين على ما بلاهم.